الكابتن كمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، مرحب بيك في موقع الزمالك دوت كوم. ربنا يخليك. كل سيف سنة وحضرتك وصلنا طيب. طيبين. ربنا يخليك كابتن. كابتن، يمكن هنبتدي كده من أقرب مسافة بينك وبين الزمالك، إن أنت كنت قريب من العودة للزمالك في فترة ما في عهد مجلس الدكتور كمال درويش، وبعد كده الصفقة ما كملتش. يمكن كنا برضه عايزين نعرف الأسباب شوية، لأنها سيطرت بعض الغموض عليها. لا، ما هو والله انا فعلا ما اعرفش برضه الاسباب. هو كان الكلام مع الكابتن حامي والموضوع وقف معايا، يعني ما فهمتش ايه السبب، وانا ما ساعدش نعرف ايه السبب، لان مش هتبقى مفهومه، فاهم؟ تمام. يمكن اتجددت في فترة وجود مرتضى منصور أو وجود الكابتن أحمد حسام ميدو. لا لا، هي كان في مكالمه بس بيني وبين ميدو، وان هو كان يعني محتاجني وكده، وانا رحبت. الموضوع يعني الموضوع ما مفهوم. فيش يعني مفيش حاجه بقت رسمي، يعني تمام. كله كلام. ممكن شايف ان هجوم مستشار مرتضى منصور عليك في بعض الاحيان بعد توليه رئاسه الزمالك كان سبب. يمكن هو كان طلع في التلفزيون وقال جمال حمزه مالكش دعوه بالزمالك وحاجات كده وتطور ببعض الالفاظ لا، يعني. ما اعرفش حاجه عن الكلام ده، ومحدش يقدر يقول لي ان ماليش دعوه لا بالزمالك. يعني انا اسف في الكلمه، مرتضى منصور طلع بالظبط وقال اخ جمال حمزه ابو ضفيره مالكش دعوه بالزمالك ومالكش دعوه بميدو وحاجات كده. فيعني هو دمه خفيف، هو بيحب يحط افيه كده في كل جمله بيقولها. بس مفيش حاجه، يعني انا بالنسبه لي يعني انا ماليش علاقه بالزمالك دلوقتي، غير اني مش جمهور. تمام. بقول رايي كجمهور، يعني انا ماليش صفه او حاجه رسميه جوه الزمالك. كابتن جمال حمزه فين دلوقتي؟ انا يعني لسه ما قررتش هبقى فين، يعني هتبقى بعد العيد ان شاء الله، يعني هاخد القرار، يا اما هكمل يا اما. جمال حمزه ندمان على الرحيل من الزمالك؟ لا خالص، لا لا. يعني شايف. في الفترة دي لا، ما يعني كنت لازم امشي، لازم ابعد شوية، لان الاجواء كانت صعبة قوي في النادي في الفترة دي. كان في ضغط علينا كبير جدا، وبعد ما مشيت الناس فهمت ان مش جمال حمزة السبب زي ما هم كانوا متخيلين، او الثلاث اربع لعيبة اللي هم كانوا بيقولوا عليهم ان هم سبب شله المعلمين يعني. بالظبط. من ساعة ما انا مشيت مفيش حاجة جديدة حصلت. تمام. لا يعني شايف برضو ان جمال كان هداف التاريخ المباريات الاهلي والزمالك في القمه واسم جماهيري كبير، فشايف ان جمال ضيع الحاجات ديت من ايديه. لا خالص، ما شاء الله. يعني مشيت من الزمالك، رحت ماينز في المانيا، تمام. وبعدين المفروض ان انا كنت راجع تاني على نادي الزمالك، ما ينفعش ناس يعني ما وافقوش، فرحت بقى ساعتها اللي هي موضوع الجونه، وبعدين دول تعاقد مع الاهلي، وبعد كده انا فسخت التعاقد. في حاله غضب من بعض الزملكاويه حتى لما كان اسم جمال حمزه بيتردد انه يرجع للزمالك، ان هو ما ينفعش يلعب في الزمالك تاني بما انه ارتضى قاموس النادي الناس الاهلي. دي مش يعني فاهم، دول اغلبيتهم ما شافونيش، لا والله ما يعرفوش جمال حمزه. هم كلهم من يعني شباب صغير، يعني ما تمام. يعرفوش ايه اللي بيحصل بالظبط، وما يعرفوش فاهمين ايه اللي حصل بالظبط. تمام. كل واحد ليه وجهه نظر على فكره، جمال حمزه زملكاوي، طبعا اكيد. يعني سبب ارتداء قاموس النادي الاهلي حتى لو كان مثلا بس انا الاهلي لسه ما الزمالك. عنديش زي ما بقول لك ان انا ارجع مم. لعيب يلعب في نادي الجونه وجاي النادي الاهلي، انا دي مش عايزه. تمام. بس برضه انا ما يعني برضه ما قدرتش، اه. يعني رغم كل ده انا برضه ما قدرتش اكمل كده. رحيلك عن النادي الاهلي بسبب انك زملكاوي ولا كان بسبب انك ما تأيدش في قائمه افريقيا؟ يعني بص، انا خدتها سبب، مم. يعني خدت الموضوع موضوع ده قائمه إن افريقيا هو سبب. سبب، ممكن ما كنتش تأيد يعني افريقيا. زي شيكابالا، يعني شيكابالا برضو كان انضم للاهلي بالظبط، يعني كنت ممكن ما تأيدش في افريقيا وافضل قاعد، السنه اللي بعدين ممكن اتأيد فيها، فاهم؟ تمام. يعني كنت ممكن اصبر، بس انا يعني خدت الموضوع ان ده سبب عشان امشي يعني. تمام. صديق عمرك الكابتن عبد الواحد السيد، شايف ان هو مشي بطريقه في النادي؟ والله بص، هو يعني اختياره هو، يعني هو عايز يكمل كورة أو عايز يعتزل، هو شايف إن هو الأهلي عرضوا عليه منصب مدير مدير شؤون شؤون لاعبين، اللاعبين. وهو رفض. يعني دي حرية يعني. لا شايف ان هو يعني انتهت علاقته بالزمالك او المجلس انهى لا علاقته بص، أنا بالزمالك أقول لك على بالشكل حاجة، اللي يليق مفيش بيه. حد يقدر ينهي علاقة حد أصل، يعني المجلس ده هيقعد قد إيه؟ هيقعد تمام. 3 سنين وشوية خلاص يعني. تمام. حتى لو هيقعد دورة كمان، وبعد كده تمام. مفيش حق إن هو لا هو يمشي انهى مباشر. علاقته كاستمرار في الملاعب. مش فاهم قصدي، يعني قصدي ان الناس متخيله ليه ان هي هتفضل قاعده طول العمر، لا خالص. تمام. هو مش انهى علاقته بالزمالك ككيان، يعني ان هم اجبروه مثلا على كلاعب، اكيد تمام. لها وجهه نظر اه يعني. شايفها بتليق بتاريخه لا، وبطولاته مش حكايه طليق، انا شايف ان هي انا مدير فني محتاجك او مش محتاجك،
تمام. تمام. كابتن جمال حمزة بنشكرك وبالتوفيق. كل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب.